السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هناخد النهاردة الدرس الأول في مادة اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي. أول حاجة عندي نافذة اللغة العربية، المحور الأول من أكون، الموضوع الأول يوم في حياتي. عنوان الدرس بتاع النهاردة سنة تانية اسمه أنا أستطيع. الدرس بتاعي اسمه أنا أستطيع. تعالوا نقرأ مع بعض الدرس. في فناء المدرسة وقف المعلم ليختار فريقا لكرة القدم من التلاميذ. الصورة عندي موضحة المعلم مع التلاميذ. معلم موجود مع التلاميذ ليه؟ عشان يختار فريق لكرة القدم. يبقى أين وقف المعلم مع التلاميذ؟ وقف المعلم مع التلاميذ في فناء المدرسة. طب لماذا وقف المعلم مع التلاميذ؟ ليختار فريقا لكرة القدم. اختار المعلم التلميذ آدم، لكن آدم قال إيه آدم بقى؟ أعتذر منك يا معلمي، لا أحب أن أكون سببا في الخسارة. آدم اعتذر للمعلم. لماذا اعتذر آدم؟ لأنه لا يحب أن يكون سببا في الخسارة. لما آدم اعتذر للمعلم، تعالوا نشوف المعلم قال له إيه؟ قال المعلم: أنت نشيط وماهر يا آدم وتستطيع تحقيق الفوز، كن واثقا. المعلم قال لآدم: أنت ولد نشيط وماهر وعندك القدرة على أن أنت تحقق الفوز، خليك واثق من نفسك. بعد كده نظر آدم فرأى صديقه زين يحرز هدفا في السلة. آدم بص جنبه كده لقى صاحبه زين بيحرز هدف، يعني بيحقق هدف فين؟ في السلة. والسلة اللي هي ايه؟ هو بيشترك في فريق كرة السلة. تحمس آدم وقال لنفسه: أنا أستطيع، سأحاول. بعد ما شاف صاحبه زين حقق الهدف دوت في كرة السلة، عمل ايه؟ بينه وبين نفسه تحمس، يعني تشجع كده بينه وبين نفسه، قال لنفسه: أنا أستطيع، يعني أنا عندي القدرة، فلازم إن أنا أحاول. تعالوا مع بعض نشوف المفردات بتاعتي يا سنة تانية. أول حاجة الكلمة ومعناها. أستطيع معناها أقدر، فناء معناها مكان واسع، الخسارة معناها إيه؟ الهزيمة، ماهر معناها بارع، واثق معناها متأكد، يحرز معناها يحقق، وتحمس معناها رغب بشدة. الكلمة ومضادها. أستطيع عكسها إيه يا سنة تانية؟ المضاد اللي هو العكس. أستطيع معناها أقدر وعكسها أعجز. أستطيع عكسها إيه؟ أعجز. أحب عكسها أكره. الخسارة عكسها الفوز. ونشيط عكسها كسول. وطبعا الخسارة عكسها الفوز، والفوز عكسه الخسارة أو الهزيمة. واثق عكسها إيه؟ متردد ومرتبك. المفرد والجمع. مدرسة جمعها إيه؟ مدارس. المعلم جمعها المعلمون. التلميذ جمعها التلاميذ. فريق جمعها فرق. سبب جمعها أسباب. تعالوا نشوف مع بعض الأسئلة اللي ممكن تجيني يا سنة تانية هكون إزاي. أول حاجة صل كل كلمة بمعناها. عندي كلمات ملونة هنوصلها بالمعنى. هعرف معنى الكلمة منين؟ من خلال الجملة. أول جملة عندي: أنا ماهر في لعب الكرة. كلمة ماهر هنا يا سنة تانية معناها أقدر ولا متأكد ولا بارع؟ يلا مين شاطر؟ ماهر معناها إيه؟ بارع. أستطيع أن أجري بسرعة. أنا أستطيع أن أجري بسرعة. أستطيع يا سنة تانية هنا معناها إيه؟ أقدر ولا متأكد؟ أستطيع معناها أقدر. كن واثقا دائما من الفوز. واثقا يا سنة تانية يعني إيه؟ متأكد. برافو عليكم يا سنة تانية. بعد كده جايب لي صورة يا سنة تانية وبيقول لي عبر عن كل صورة بجملة مناسبة. الصورة اللي عندي دي زي ما احنا شايفين ده ولد بيلعب كرة. نكتب جملة على الصورة دي نقول ايه؟ الولد يلعب بالكرة. برافو عليك يا سنة تانية. عبر عن كل كلمة مما يلي بجملة. جايب لي كلمات وعايزني ادخل كل كلمة من دول في جملة. اول كلمة عندي استطيع. تعالوا نشوف الجملة اللي نحطها في استطيع ايه؟ انا استطيع تحقيق الفوز. بعد كده كلمة ماهر. ماهر يا سنة تانية يعني بارع. هنجيب لها جملة نقول بقى ايه؟ انا ماهر في لعب الكرة. السؤال اللي بعد كده اقرأ القصة ثم اجب. اول سؤال عندي: اين وقف المعلم مع التلاميذ؟ وقف المعلم مع التلاميذ في فناء المدرسة. من قائل هذه العبارة؟ أنا أستطيع سأحاول. مين اللي قال العبارة دي؟ آدم ولا المعلم؟ قائل العبارة دي مين؟ التلميذ آدم. وبكده يكون انتهى الدرس بتاعنا يا سنة.